السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، برحب بيكم وبرحب بكل اللي موجودين معانا النهاردة لأول مرة. أنا هويدا نور، مدربة الإيتامين والكنفا وصاحبة وأدمن صفحة وجروب إبرة وخيط للمنتجات الخشبية والتطريز. الغرزة اللي هنتعلمها سوا النهاردة هي غرزة النجمة أو ستار ستيتش. الغرزة دي من الغرز الجمالية اللي بتدي شكل جمالي رائع للتابلو، وبتساعدني على ان انا اغطي مساحات كبيرة بسرعة وكمان بشكل حلو. بتناسب الارضيات لو انا هشتغل ارضيات على المشروع بتاعي، او المساحات الكبيرة اللي تبقى موجودة في الرسومات زي بيت، سور، اي حاجة فيها مساحة كبيرة وعايزة اخلصها بسرعة. الغرزة دي بتساعدني جدا. بتعتبر الغرزة دي غرزة خارجة من عباية غرزة الأساسية اللي هي الكروس ستيتش أو غرزة الإكس. كمان الغرزة دي ليها أكتر من شكل ودرجات صعوبة مختلفة. النهاردة هنتعلم أبسط صورة ليها وإزاي نشتغلها بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنبتدي نتعلم مع بعض درجات صعوبة ودرجات مختلفة من شكل النجمة. هتلاقوها كمان أحلى وأحلى وتقدروا تستفيدوا بيها في تغيير الغرز والدمج ما بين الغرز. يلا بينا مع بعض نبتدي نتعلم خطوات تطريز غرزة النجمة. أنا هنا مجهزة الخيط والإبرة بتوعي، وزي ما اتفقنا قبل كده أحافظ على طول الخيط بتاعي ما يزيدش عن 45 ل 50 سنتي علشان اللمعة بتاعت الخيط ما تروحش، وكمان الفتلة لو طويلة معايا ممكن تتعقد وتلخبط لي الشغل واضطر اقطعها. انا كده هبعد مسافة عشان اثبت الخيط بتاعي، عامله له عقدة من فوق وهرجع مسافة شوية، ودي هتكون نقطة البداية بتاعتي عشان اثبت الخيط. قبل ما نتعلم غرزة النجمة، لو لاحظنا ان غرزة الاكس بنشتغلها على عدد زوجي او 4 مربعات، 1 2 3 4. اما غرزة النجمة اللي هنشتغلها دي بتكون مكونة من عدد فردي، بتبقى مكونة من 9 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دول 9 المربعات اللي هنشتغل من خلالهم غرزة النجمة. هبتدي الغرزة هعمل قطر عادي خالص زي غرزة الاكس. هفوت اول مربع وهدخل في اللي بعديه، ده اول قطر. هنفوت مربع من اللي جنبها وادخل في اللي بعده علشان اكون غرزة اكس عادية خالص زي اللي بنعملها. طب الخطوة اللي بعدها ايه؟ هدخل في المربع اللي ما بين القطرين، ايوه، وبعدين انزل خط مستقيم للمربع اللي قصاده. هاخد المربع اللي في الجنب واطلع بالابرة وادخل خط مستقيم في المربع اللي قصادها. كده خلصت غرزة النجمة بتاعتنا. غرزة سهلة وبسيطة جدا. شايفين قد ايه شكلها رقيق؟ لو انا هبتدي مساحة كبيرة وهشتغل مثلا هكمل السطر بتاعي، هدخل من اقرب مربع عشان ممشيش بالخيط مسافات طويلة ويبقى شكل الارضية بتاعي مش حلو، وهعمل غرزة اكس تانية واكرر نفس الخطوات بتاعتها. ادي غرزة الاكس، وبعدين هاخد من المربع اللي فوق وانزل القطر بتاعتها وكمان الجنب والخط المستقيم في الغرزة اللي قصادها. كده تكرار للغرزة. هنعمل كمان واحدة، بنكرر نفس الخطوات بتاعتنا. غرزة سهلة وبسيطة وشكلها حلو قوي قوي قوي. طيب انا كمان ممكن العب في الشكل واغير في ترتيب الغرز، وخصوصا لو انا هعملها بالوان مختلفة، او لو انا هشتغلها كمان على براويز بتاعة الإيتامين. انا هنا بعدت مربع وهبتدي اشتغل الغرزة من بعيد.
خدوا بالكم اللعب في الغرزة دي حلو جدا، انتوا ممكن تدخلوا اكتر من لون، يعني ممكن اشتغل المربع اللي في النص ده لون تاني خالص. هنا انا هطلع بالغرزة درجة فوق. سوري انا هنا غلطت في الترتيب، معلش هنفكها تاني ونرجع نشتغلها من اول. بعتذر لكم لاني فعلا ما ببقاش شايفه من الكاميرا قوي، ببقى خايفه ان ايدي تخرج عن المساحه بتاعه الشغل، في اوقات ما بتبقاش الغرز واضحه. انا هطلع هنا، هنكرر الخطوات من تاني وهبتدي اشتغل الغرزه من فوق. ادي القطر بتاعي، كده خلصت الغرزة دي، وهطلع فوق مربع واشتغل المربع من فوق، يعني هاخد النجمة على الطرف من فوق. بصوا ترتيب الغرز هيختلف شكله تماما، وممكن تشتغلوا المربعات الفاضية دي هنعملها في مرة تانية ان شاء الله. هدخل لكم الوان جوه المربعات عشان تشوفوا تأثير تدخل الالوان ما بين النجمة والتكوينات بتاعتها، بتدي تأثيرات حلوة جدا واشكال حلوة جدا. حاولوا تلعبوا بالخيوط وانتوا بتجربوا الغرزة دي، هتديكوا نتائج مبهرة. كل ده تكرار، ولكن بترتيب الغرز مختلف علشان نشوف تأثيراتها هيبقى عامل ازاي. بنهي هنا الغرزة دي وهنزل. شايفين الشكل ابتدى يبقى اوضح؟ هفوت كده، ايوه معلش مش ببقى شايفة قوي. دي هتكون اخر غرزة بنعملها. كده خلصنا اخر غرزة بالنسبة لنا. طبعا ممكن اغير في ترتيب الغرز، يعني ممكن اطلعها من هنا، ممكن اطلعها من جهة تانية وافوت مربع تاني. كل ما هغير في الترتيب بتاعها او اغير في الالوان بتاعها هتديني تأثير مختلف تماما. هننهي الشغل بتاعنا وندخل الخيط من غير اي عقد، هندخلها في وسط الغرز زي ما اتعودنا، واقص الخيط بتاعي كده. نكون خلصنا الغرزة بتاعتنا. هنهي بس العقدة الأخيرة دي أشيلها. شايفين قد ايه الغرزة جميلة ورقيقة وبتدي مساحات بسرعة، بتملى بسرعة معاكي الشغل بتاعك، واقدر اكون منها تشكيلات وتنويعات في الغرزة، هيبقى شكلها حلو قوي. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنشوف درجات صعوبة اكتر من اشكال النجمة المختلفة. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم يبقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.